السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة ريزولف بالعربي. وفي الحلقة دي هنشرح إزاي تعمل المينيمال ستايل اللي قدامكم ده، وإزاي نعمل المشاهد اللي قدامكم دي. الستايل ده مطلوب بشكل كبير جدا يا جدعان على السوشيال ميديا، وفي عملاء ممكن تدفع مئات الدولارات لمجرد إنك بتعرف تعمل الستايل ده في فيديوهات الريلز. طبعا هما مش مئات الدولارات، لكن بيدفعوا مبالغ حلوة للناس اللي بتعرف تعمل الستايل ده. فاحنا هنشرح ازاي نعمل الستايل ده على برنامج دافينشي النسخة المجانية. فانصحك انك تتابع الفيديو للاخر عشان صدقني هتستفيد جدا. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتدوس اشتراك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك، وعايزين نوصل ل 2000 مشترك في اقرب وقت. هو ده الفيديو اللي احنا هنعمل زيه اللي معانا على التايم لاين. اول حاجه هنبدا نتعلمها ازاي نعمل التكست انيميشن ده ونعمل اشكال التكست دي. بعد كده هنبدا نتعلم ازاي نعمل المشهد اللي قدامكم ده والكاميرا ترانزيشن دي. وبعد كده هنعمل المشهد اللي قدامكم ده بكل الافكتات اللي فيه ان شاء الله. اول حاجه هنعملها وهي التكست انيميشن. هنبدا نسحب تكست بلس كده على التايم لاين، وهاجي على التايتل هبدا اكتب اللي انا عايزه، هكتب سبسكرايب. يا ريت تدوسوا سبسكرايب علشان في نسبه كبيره من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات مش مشتركه في القناه. هبدا اغير الخط بتاعي لامباكت، هو ده نفس الخط اللي هو مستخدمه، وابدا ازود السايز كده. وبعد كده اجي على السيتنج، ابدا اغير الكومبوزيت مود، بدل ما هو نورمال هخليه ديفرنس. وبكده نفس التكست اللي هو عامله او نفس شكل التكست احنا عملناه. بعد كده علشان نعمل انيميشن هنبدا ندخل على صفحه الفيوجن على التكست، وهاجي على الترانسفورم هعمل كي فريم على الاوفست، وهاجي على الشيدنج اعمل كي فريم على الاوباستي. ارجع تاني على الترانسفورم ابدا انزل التكست بتاعي شويه كده، واجي على الشيدنج اخلي الاوباستي 0. وبعد كده اجي على فريم 10 وازود الاوباستي بتاعتي على الاخر كده، واعلي التكست بتاعي كده او ارجعه مكانه زي ما كان. واجي بعد كده على السبلاين زوم تو فيت، احدد كل دول كده، كليك يمين اجي على الايز اختار اوت كيوبك. وبعد كده اجي على السيتنج بتاع التكست افعل الموشن بلور واعلي الشاتر انجل على الاخر. وهو ده نفس التكست انيميشن اللي هو عامله، ولو جينا اتفرجنا هنلاقي نفس التكست انيميشن اللي هو عامله احنا عاملينه بالظبط. بعد كده علشان نعمل التكست انيميشن الاحمر ده هسحب تكست بلس كمان احطها على التايم لاين، وادخل على صفحه الفيوجن على طول، واجي اكتب اللي انا عايزه لايك مثلا. ويا ريت تدوسوا لايك علشان اليوتيوب يبدا يعرض الفيديو للناس اكتر. هبدا اغير الخط بتاعي برضو هخليه امباكت، وابدا ازود السايز كده. بعد كده هاجي على الشيدنج اغير التايب، بدل ما هو سوليد اخليه جريدينت، بحيث ان انا ابدا ادي لونين مختلفين للتكست بتاعي. وبعد كده هاجي على اول لون هخليه اللون الاحمر، لكن هخليه اغمق شويه كده. وبعد كده هاجي على تاني لون هخليه احمر لكن افتح منه كده، ممكن نغمق ده شويه كمان بالشكل ده كده. علشان اعمل انيميشن هاجي على التكست هدوس كليك يمين هنا كده وهختار فولور. بعد كده هفتح الموديفاير، هبدا اعمل كي فريم على الاوفست. اهم حاجه ترانسفورم تبقى على كاركترز، بحيث ان هو يبدا يتحكم لي في كل حرف على حده، ما تبقاش كلمات ولا تبقى خطوط، كاركترز عشان يتحكم لي في كل حرف لوحده. هاجي بعد ما عملت كي فريم على الاوفست هبدا اجيب النص بتاعي هنا كده، واجي على الشيدنج نفس الموضوع اعمل كي فريم على الاوباستي واقللها على الاخر كده. واجي على فريم رقم 10 ابدا ازود الاوباستي بتاعتي على الاخر كده، وارجع على ترانسفورم ابدا اجيب التكست بتاعي ناحيه الشمال كده. وبعد كده اجي على التايمنج ابدا ازود الديلي كده، بحيث ان هو يعمل لي مسافه ما بين كل حرف والتاني. وهاجي اتفرج هلاقي نفس التكست انيميشن اللي هو عامله احنا عاملينه. ممكن نيجي على السبلاين نفعل التكست بتاعنا زوم تو فيت كتر الايه، ندوس حرف الاس بحيث ان احنا نعمل له سموز، وزي ما هو عمل احنا عملنا بالظبط. بعد كده هنبدا نعمل اللايت سواب اللي بتيجي على التكست. علشان اعملها هسحب من هنا كولر كوريكتور وابدا اضيفها فوق التكست. اهم حاجه لازم افعل البري ديفايدد اند بوست مالتبلاي. بعد كده هرجع على الكوريكشن تاني، هبدا ازود الجين بالشكل ده كده، وهبدا ازود البرايتنس حاجه بسيطه كده. بعد كده هجيب ريكتانجل ماسك هوصلها بالكالر كوريكتور، بحيث ان افكت التلوين ده يبقى جوه الماسك بس. وهبدا اقلل الماسك بتاعي كده زي ما انتم شايفين الافكت بتاع التلوين جوه الماسك بس. وهبدا ازود السوفت ايدج شويه كده بحيث ان الحواف بتاعته تبقى سوفت. بعد كده هبدا اعمل روتيشن للماسك بتاعي بالشكل ده كده، واجي مثلا عند فريم 25 بعد ما اول انيميشن ينتهي، واجيب الماسك بتاعي هنا كده اعمل كي فريم على السنتر. اجي على فريم 35 مثلا واجيب الماسك بتاعي هنا كده، بحيث ان اللايت سواب تحصل من هنا لهنا كده. هاجي اتفرج هلاقي نفس ما هو عمل احنا عملنا بالظبط. طبعا اللايت سواب باينه قدامكم اهيت، وزي ما هو عمل احنا عملنا بالظبط. نقدر برضو نيجي نضيف حاجه اسمها جلو علشان نعمل جلو للتكست بتاعنا، لكن هنحتاج نقلل الجلو على الاخر كده. ممكن نزود الجلو سايز شويه كده ونزود البلند شويه كده.
واظن ان كده نكون عملنا نفس التكست انيميشن اللي هو عمله بالظبط. بعد كده هنيجي عشان نعمل اول مشهد معانا اللي هو المشهد الاحمر ده، هنحتاج فيوجن كومبوزيشن. هبدا ادوس كليك يمين نيو فيوجن كومبوزيشن وهدوس كرييت. هخلي المده بتاعتها 5 ثواني طبعا، وهبدا انزلها على التايم لاين، وهدخل على صفحه الفيوجن. هلاقي معايا الميديا اوت. ناس كتير كانت سالتني ازاي بعمل صفحه الفيوجن بالطول كده. بتيجي على ورك سبيس لاي اوت بريسيت فيوجن بريسيت وتختار ميد فلو فيرتيكال. بالشكل ده هيعمل لك صفحه الفيوجن كده. هبدا اعرض فيور رقم 2 بس علشان ابدا اشتغل عليه، وهبدا اجيب الفيور ناحيه الشمال كده علشان ابدا اشتغل. هبدا اضيف باك جراوند بالشكل ده كده واوصلها في الميديا اوت. بعد كده اجي على التايب اخليه جريدينت، واخلي الجريدينت تايب راديال بالشكل ده كده، واجي على اول لون اختار اللون الاحمر، واجي على تاني لون هختار اللون الاحمر برضو لكن هغمقه شويه بالشكل ده كده. وبعد كده اجي على الهاندل دي كده ابدا اجيب اللون الاحمر الفاقع ده كده في النص، واللون الاحمر الغامق ده كده على الحواف شويه. ممكن اغمق اللون الاحمر ده عشان هو فاتح قوي، هغمقه شويه كده بحيث ان هو يديني الشكل ده. بعد كده هبدا ادي تكتشر للباك جراوند دي كده. هجيب التكتشر اللي هي البيبر تكتشر دي كده، وهتلاقوا الصور والفيديوهات دي كلها موجوده في لينك درايف في الديسكريبشن. هبدا اعمل لها ميرج فوق الباك جراوند، وهاجي على الميرج دي كده اغير الابلاي مود هخليه مالتي بلاي بحيث ان هي تبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدا اقلل البلند بتاعي شويه كده بحيث ان هي تبقى مدياني الشكل بتاع الحيطه او بتاع الورقه ده كده بس. بعد كده هبدا اعمل الدايرتين اللي كانوا هنا. هبدا اجيب باك جراوند بالشكل ده كده وهعمل لها ميرج فوق كل ده، وهغير اللون بتاعها هخليه اللون الابيض. وهبدا اجيب اليبس ماسك اعمل ماسك للباك جراوند. وبعد كده هاجي على الاليبس ماسك اشيل علامة الصح من على السوليد، وابدا ازود البوردر ويدث بالشكل ده كده، واكبر الماسك بتاعي بالشكل ده كده او الدايره دي كده، واجيبها هنا كده بالشكل ده. بعد كده هبدا اضيف دروب شادو شيفت وسبيس، وهبحث على دروب شادو هضيفه كده، وابدا اقلل الديستانس بالشكل ده كده. ازود السترينز، ممكن اعلي الديستانس بالشكل ده، واغير الانجل بحيث ان الشادو يبقى جوه الدايره زي ما انتم شايفين كده. بعد كده علشان اعمل لها انيميشن هجيب اليبس ماسك كمان واعمل ماسك للميرج كلها بحيث ان الشكل بتاعي يبان بس جوه الماسك اللي انتوا شايفينه ده، يعني لو جبت الماسك عليه هتلاقوه باين. هبدا ازود الماسك بتاعي كده بالشكل ده واعمل له انيميشن. هجيبه هنا كده، اجي على فريم 0 واعمل كي فريم على السنتر، واجي على فريم 10 وابدا اجيب الماسك بتاعي هنا بالشكل ده كده. وهو ده الانيميشن معايا زي ما انتم شايفين، لكن طبعا الحواف بتاعته شارب زي ما انتم شايفين كده. فهاجي هنا ابدا ازود السوفت ايدج بالشكل ده بحيث ان الحواف بتاعته تبقى سوفت. اظن ممكن نعدل الدروب شادو شويه بالشكل ده بحيث ان هو يبقى احسن. وهو ده الانيميشن معايا زي ما انتم شايفين، زي ما هو عمل احنا عملنا بالظبط. بعد كده هاجي ادوس كترل سي كترل في، واجي على الميرج دي كده ابدا اوصلها فوقهم هنا كده بحيث ان يبقى معايا نسخه تانية. واجي على الاليبس دي كده ابدا ارفعها فوق هنا كده، واجي على الماسك ده ابدا اغير الاحداثيات بتاعه الكي فريم بتاعته. ابدا اجيب اول كي فريم هنا كده، وتاني كي فريم هبدا اجيبه هنا كده بحيث ان هو يعرض لي الشكل بتاعي. وزي ما انتم شايفين انا كده بقى معايا دايرتين باسهل من السهوله، وفي ثانيه كنا عاملين الدايره التانية. هاجي على الدروب شادو هبدا اغير الانجل بتاعته بحيث ان الشادو يبقى جوه الدايره دي كده. زي ما انتم شايفين هم دول الدايرتين اللي هو عملهم. بعد كده هبدا اجيب الفيديو بتاع العقل اللي بيلف ده كده، والفيديو ده انا جايبه من على اليوتيوب، هسيبه لكم برده في الملف اللي في الديسكريبشن. والفيديو ده فيه حاجتين، علشان اشيل الكرومه الخضراء ديت هحتاج الدلتا كير. هبحث عن حاجه اسمها دلتا كير وابدا اضيفها بعد الفيديو، واجي من الدروب دي كده اسحبها واحطها على اللون الاخضر، هتشيل لي اللون الاخضر من الصوره تماما. لكن هلاقي ان في شريط هنا كده زي ما انتم شايفين. هاجي على الميت وابدا اغير في اللو والهاي بحيث ان الخطين دول يختفوا على الاخر بالشكل ده كده، واللون الاخضر يختفي على الاخر. وفي حاجه كمان في الفيديو ده ان المخ ده بيلف بطيء كده، فانا عايز اسرعه، وده بسبب ان الفيديو بتاع المخ ده 20 ثانيه والكومبوزيشن بتاعتنا مدتها 5 ثواني. فعلشان اسرع الفيديو هبدا اجيب حاجه اسمها تايم سبيد واضيفها بعد دلتا كير، وابدا ازود السبيد بالشكل ده كده، اخليها مثلا 3 بحيث ان انا اضاعف السرعه بتاعته 3 مرات. وهبدا اتفرج هلاقي ان المخ بقى يلف اسرع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاجي بعد كده اضيف ترانسفورم من هنا وابدا اقلل السايز بتاعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هبدا اضيف التكست بتاعي، وعشان اعمل نفس التكست اللي هو كان عامله هحتاج 2 تكست، واحد فوق واحد تحت.
ابدا اعمل ميرج كده للتكست ده تحت فيديو العقل، وهاجي اكتب اللي انا عايزه، هكتب سبسكرايب. بفكركم تشتركوا في القناه عشان عدد كبير من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشترك في القناه. وهغير الخط بتاعي برضه، هخليه امباكت وابدا ازود السايز كده. بعد كده اجي على اللاي اوت، اجي على الزد روتيشن وابدا اعمل روتيشن للتكست بسيط كده بالشكل ده. ممكن اقلل السايز بتاعه شويه كده. بعد كده هبدا اعمل له انيميشن، هاجي على فريم 0 واجي على ترانسفورم، اجي على الاوفست اعمل كي فريم، واجي على الاوباستي اعمل كي فريم، ارجع تاني على الاوفست، ابدا انزل التكست بتاعي شويه كده، واجي على الشيدنج اقلل الاوباستي على الاخر، اجي على فريم 10 ازود الاوباستي كده على الاخر، وابدا ارجع التكست بتاعي مكانه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهو ده الانيميشن بتاع التكست برضو. لكن هاجي على السبلاين احدد التكست دي كده، زوم تو فيت، كتر الايه، كليك يمين، اجي على الايز اوت كيوبك بالشكل ده كده، وابدا افعل الموشن بلور، ازود الكواليتي وازود الشاتر انجل. وهو ده نفس التكست انيميشن اللي هو عامله. بعد كده هاجي اضيف للتكست ده تكتشر، فهجيب برضو نفس التكتشر اللي معايا دي كده، وابدا اعمل لها ميرج فوق التكست. بعد كده اجي على الميرج دي كده، واجي على الاوبريتور بدل ما هي اوفر اخليها ان، بحيث ان التكتشر تبقى جوه النص زي ما انتم شايفين كده. اجي على البلند ابدا اقلل التكتشر شويه كده، بحيث ان هو يديني الشكل اللي انتم شايفينه ده. ممكن نسيبه كده، اظن كده كويس. بعد كده نيجي نديله دروب شادو، نبحث على دروب شادو ونديله دروب شادو، نقلل الديستانس كده شويه، اظن كده شكله حلو جدا. بعد كده هاجي على التكست والتكتشر دول كده، كتر سي كتر في، وابدا اعمل لهم ميرج برضو كده فوق الفيديو بتاع العقل بنفس الترتيب كده زي ما انتم شايفين. بعد كده اجي على التكست دي كده، اجي على الشيدنج اخلي الابيرنس بتاعتي بدل ما هي فول كده اخليها اوت لاين، بحيث ان التكست بتاعي يبقى اوت لاين زي ما انتم شايفين كده. اجي بعد كده على اللون اخليه اللون الاحمر زي ما انتم شايفين كده، او ممكن نخليه اللون ده، لا غالبا هو كان مختار اللون الاحمر. لكن هنرجع على الميرج نقلل البلند على الاخر كده، بحيث ان اللون الاحمر يبقى باين معايا زي ما انتم شايفين. ممكن اديله جلو بالشكل ده كده، اقلل الجلو واقلل الجلو سايز شويه. بعد كده اجي اعمل ماسك للميرج دي كده بالشكل ده، بحيث ان الاوت لاين دي بس تبقى جوه الماسك، واجي اديها سوفت ايدج بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اظن زي ما هو عامل احنا عاملين بالظبط نفس التكست انيميشن بنفس الاوت لاين بنفس كل حاجه. بعد كده هبدا اعمل الكاميرا ترانزيشن واعمل الافكتات بتاعتي. واول افكت هو عامله جاشيان بلور، هبحث عن جاشيان بلور، هجيبه كده واضيفه على النوت تري كلها من فوق، واجي اضيف اليبس ماسك، اعمل ماسك للبلور بحيث ان البلور يبقى جوه الماسك كده زي ما انتم شايفين. وهاجي اعمل انفيرت وابدا ازود السوفت ايدج بالشكل ده كده، بحيث ان البلور يبقى على الاحراف كده وواخد سوفت ايدج بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده هضيف كمان جاشيان بلور علشان اعمل له انيميشن، لان هو بادئ المشهد بتاعه ببلور. هاجي على اول فريم هعمل كي فريم على السترينز، بعد كده هاجي على فريم 10 اعمل كي فريم تاني على السترينز، وابدا اقلل البلور بتاعي بالشكل ده كده. افتح السبلاين احدد البلور ده واعمل زوم تو فيت، كتر الايه، ادوس حرف الاس، وبالشكل ده اكون عملت نفس ما هو عمل احنا عملنا بالظبط. بعد كده هبدا اعمل الكاميرا ترانزيشن، هجيب ترانسفورم بالشكل ده كده، واجي مثلا على فريم 40 اعمل كي فريم على السايز واعمل كي فريم على البيفوت، واجي على فريم 41 ابدا اكبر السايز بتاعي بالشكل ده كده، وابدا اعلي البيفوت بحيث ان الجزء ده هو اللي يبقى باين من المشهد بتاعي. ممكن اكبر السايز شويه كمان كده واجيب البيفوت دي هنا كده بحيث ان الجزء ده هو اللي يبقى باين. بعد كده هاجي على الجاشيان بلور دي كده، واجي على فريم 37 هعمل كي فريم على السترينث وهخليها 0، وهاجي على فريم 41 اول ما الترانزيشن بيحصل هعمل كي فريم على السترينث واكبرها شويه اخليها 4 من 10. بعد كده هتحرك 3 فريم واعمل كي فريم على السترينث وابدا اقلل السترينث بتاعي بالشكل ده كده. اجي اعمل زوم تو فيت واحدد دول كده وادوس حرف الاس، وهلاقي الكاميرا ترانزيشن زي ما هو عمل بالظبط. طبعا هجيب التكست بتاعتي دي كده واعمل كتر سي كتر في، ابدا اعمل لها ميرج تحت الترانسفورم. اهم حاجه ان هي تبقى تحت الترانسفورم عشان الترانسفورم يتاثر عليها. هاجي على التكست دي كده وارجع تاني على الشيدنج اخلي الابيرنس بتاعها فل كده بالشكل ده، واجي على السايز ابدا اقلل السايز بتاعها بالشكل ده زي ما انتم شايفينها هنا كده، وابدا اسحبها احطها هنا كده بالشكل ده. ممكن اجي على الشيدنج اغير اللون بتاعها اخليه باللون الابيض،
او زي ما هو كان عامل هاجي اخلي التايب جريدينت وابدا اقلل المابنج سايز بالشكل ده كده، وانزل اللون الابيض بالشكل ده بحيث ان هو يديني الشكل ده للتكست زي ما انتم شايفين. طبعا هديها دروب شادو واقلل الديستانس شويه وازود السترينث واقلل البلور شويه، ممكن اقلل الديستانس اكتر من كده بالشكل ده. بعد كده اجي احدد التكست دي كده واجي على الكي فريم افتح الفريمات واخلي الانيميشن بتاعها يبدأ من فريم حوالي فريم 50. بعد ما الكاميرا ترانزيشن تحصل الانيميشن بتاعها يبدأ زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي لو رجعنا للفيديو اللي هو كان عامله هتلاقي ان فيه 2 كاميرا ترانزيشن، انت طبعا تقدر تعمل التانية بنفس الطريقة اللي احنا عملناها. وكمان هنلاقي ان فيه سهم بيطلع من هنا كده وبيحصل له انيميشن، والسهم ده تقدر تجيبه من على اليوتيوب معمول له انيميشن على باك جراوند وتشيل الباك جراوند الخضراء، او تقدر تستنى لان هننزل فيديو عن الاسهم، فيديو هيكون مهم جدا وفيديو هيكون حلو جدا وهيفيدك جدا في موضوع الاسهم وموضوع الانيميشن ده، وهنشرح فيه كل حاجة بالتفصيل. لكن على ما اظن انكم فهمتوا فكرة المشهد بتاعنا، وده المشهد اللي احنا عملناه. طبعا نقدر نغير اماكن كل حاجة ونقدر نغير كل حاجة زي ما احنا عايزين. بعد كده هنبدأ نعمل المشهد اللي هو الازرق ده، فهاجي انسخ الكومبوزيشن دي كده بدل ما ابدأ من الاول، هاجي انسخها وهاجي اخش على صفحة الفيوجن، هبدأ اغير وامسح الحاجات اللي انا مش عايزها. مثلا الترانسفورم اللي بتعمل لي الكاميرا ترانزيشن انا مش عايزها فهبدأ امسحها، والتكست دي كده انا مش عايزها هبدأ امسحها، والتكست دي برضو كده انا مش عايزها فهبدأ امسحها بالشكل ده. بعد كده هاجي على الفيديو بتاع العقل ده كده، هاجي على الترانسفورم دي كده واجي على اول فريم هعمل كي فريم على السنتر، واجي اجيب العقل هنا كده بره الفريم واجي على فريم رقم 10 اغير مكان العقل بحيث ان هو يبقى هنا كده، واجي بعد كده على دول كلهم كاترل سي كاترل في، اجي اعمل لهم ميرج برضو فوق او تحت مش هتفرق، واجي بعد كده على الترانسفورم دي كده ابدا اغير بس مكان الاحداثيات، هجيب العقل هنا كده وعلى فريم 10 هجيب العقل هنا كده بالشكل ده، هاجي اتفرج هلاقي ان كل حاجه زي ما هو عامل بالظبط. وبعد كده هاجي على الباك جراوند بتاعتي اللي تحت دي كده اغير اللون بتاعي اخليه ازرق، ده اخليه ازرق فاتح وده اخليه نفس الازرق لكن غامق شويه بالشكل ده. بعد كده هاجي اعمل الشكل اللي كان عامله في النص ده كده، هجيب باك جراوند واعمل لها ميرج فوق هنا كده، واجيب ريكتانجل ماسك ابدا اعمل لها ماسك وابدا اقلل الريكتانجل بتاعي بالشكل ده بحيث ان هو يديني الشكل ده كده. هاجي على الباك جراوند ابدا اغير اللون بتاعها اخليه لون قريب للكحلي كده شويه. وبعد كده علشان اعمل الافكت اللي كان محطوط عليها اللي بيخليها تتحرك من الحواف دي كده، هسحب حاجه من هنا اسمها فاست نويز وهبحث عن حاجه اسمها ديسبليس، وهبدا اضيف الديسبليس فوق الباك جراوند وهوصل الفاست نويز بالديسبليس. ولو جيت عرضت الفاست نويز هلاقيها عباره عن غيوم كده او لون ابيض ولون شفاف، واي افكت انا بوصله بالفاست نويز بيتأثر بس في اللون الابيض، لكن في اللون الشفاف ده او في اللون الاسود ده مش بيكون متأثر. هبدأ ازود الديتيلز بتاع الفاست نويز بالشكل ده كده، وابدأ ازود السكيل وابدأ ازود الكونتراست شوية كده بحيث ان هي تديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهاجي بعد كده على السيس ابدأ ازوده شوية كده، وهاجي على السيس ريت ابدأ ازوده شوية بحيث ان هي تتحرك زي ما انتوا شايفين كده تحسوا ان هي عاملة لي نويز. هاجي بعد كده اعرض الديسبليس هلاقي ان الافكت بيحصل زي ما انتوا شايفين كده زي ما هو كان عامل بالظبط. ونقدر طبعا نغير في الليفت باور الريفليكشن سترينث شويه في الديسبليس بحيث ان هو يدينا نفس الشكل اللي انت شايفه ده. بعد كده نبدا نعمل التكست انيميشن، هاجي على التكست دي كده بدل ما اعمل واحده جديده هاجي على اللاي اوت هرجع الروتيشن زي ما كان، واجي على السنتر ابدا اجيبها هنا كده، وهاجي على الشيدنج اجي على الالوان ابدا اديها اللون الازرق بتاعي اللي هو اللون ده، او ممكن نختار الازرق ده لكن هنخليه اغمق شويه اللي هو اللبني ده، وهاجي على ديت اخليها اللون اللبني ده برضو لكن يكون فاتح شويه. وبعد الدروب شادو هدوس شيفت وسبيس وابحث عن حاجه اسمها جلو، وهبدا ادي جلو للتكست بتاعي. طبعا تتحكم في نسبه الجلو زي ما انت عايز بالشكل ده، وهتلاقي معاك الانيميشن وكل حاجه زي ما انت عايز. بعد كده هبدا اعمل انيميشن اللي هو كان عامله للشكل ده، فهجيب ريكتانجل ماسك وابدا اعمل ماسك للميرج بتاع الشكل اللي انا عملته بحيث ان الشكل يبقى جوه الماسك بس. هكبر الماسك بتاعي كده واجي على فريم رقم 0 هجيب الماسك هنا كده بحيث ان الشكل يختفي زي ما انتم شايفين، وهاجي اعمل كي فريم على السنتر واجي عند فريم مثلا 10 او 12 ابدا ارجع الماسك بحيث ان الشكل يبدا يبان بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اجي على السبلاين وعلى الريكتانجل افعله كده وادوس كتر الاي وادوس حرف الاس، وهلاقي ان الانيميشن معايا زي ما انتم شايفين. وطبعا التكست هنحتاج نغير التايمنج بتاعه، فهاجي افتح الكي فريم وهجيب التكست هنا كده
بحيث ان هو يبدأ بعد ما الانيميشن يحصل زي ما انتم شايفين كده. انا دلوقتي عايز اعمل حاجة ان انا اخلي التكست بتاعي يبدأ من جوه الشكل اللي انا عملته ده. فهاجي على الريكتانجل ده كده اللي انا عملت بيه الشكل، كاترل سي كاترل في، واعمل ماسك للمرج بتاع التكست بحيث ان التكست يبقى جوه الماسك دي كده. ممكن ازود السوفت ايدج شوية كده بحيث ان الحواف تبقى سوفت زي ما انتم شايفين كده. واجي اتفرج هلاقي ان الانيميشن بيطلع من جوه الماسك. ممكن نقلل السوفت ايدج شويه بالشكل ده، هلاقي ان الانيميشن بيطلع من جوه الماسك زي ما انتم شايفين. طبعا بقيه المشهد اللي هو عامله اظن ان احنا شرحناه، التكست انيميشن والبلور اللي بيحصل ده. عشان نعمله هنيجي نضيف جاشيان بلور على التكست بتاعنا. هنيجي على التكست كده نضيف جاشيان بلور بحيث ان البلور يبقى على التكست بس. نبدأ نقلل السترينس كده ونجيب ريكتانجل ماسك، نعمل ماسك للجاشيان بلور بحيث ان البلور يبقى جوه الماسك بس. بعد كده هنقلل الماسك بتاعنا كده. نفس موضوع اللايت سويب لكن ديت هنقول عليها بلور سويب او حاجة. ونبدأ نزود السوفت ايدج ونيجي على الفريم اول ما التكست بتاعنا بيطلع كده نعمل كي فريم على السنتر ونخليه هنا كده بالشكل ده. وبعديها مثلا ب10 فريم نجيب الماسك بتاعنا ناحية اليمين كده. فهنلاقي معانا البلور سواب بتحصل زي ما انتم شايفين. اتمنى تكون واضحة قدامكم. ممكن نزود الجاشن بلور شوية بحيث ان هي تكون واضحة قدامكم. زي ما انتم شايفين في بلور بيحصل، لكن احنا هنقلل القيمة بتاعته شوية بحيث ان هو يكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده، وده شرح المينيمال ستايل اديت. الستايل ده زي ما قلت مطلوب بشكل كبير جدا وفي ناس بتدفع فيه فلوس كتيرة جدا. والفيديو ده هيكون بوابة ليك انك تخش لصناعة المشاهد دي. طبعا تقدر تبدع، تغير في الالوان، تغير في الاشكال، تغير في العقل اللي احنا جبناه ده. كل حاجة برضو هسيبها لكم في الديسكريبشن عشان لو عايزين تعملوا فيديو نفس الفيديو اللي احنا عملناه ده. يا ريت تدوسوا لايك وتدوسوا اشتراك وتصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا، وتقولوا لي في الكومنتات عايزين تشوفوا ايه في الفيديوهات الجايه. ويا ريت تشتركوا في الجروب بتاع التليجرام، هتلاقوا عليه حاجات وهتلاقوا عليه بلجنز كتيره جدا ومفيده جدا لبرنامج دافنشي. اشوفكم الفيديو الجاي وسلام عليكم.